بصوا كده يا جماعة، أكتر سؤال اتطلب مني الفترة اللي فاتت. يعني مش ملاحق على السؤال دوت من كتر ما هو اتطلب. فعشان كده احنا هنحله مع بعض مرة واحدة في فيديو ونبعته لكل الناس. بصوا بقى، في السؤال الأولاني هو سؤال بسيط جدا بس هو محتاج تخيل. ايه هو السؤال؟ بيقول لك في الشكل المقابل موصل كهربي على شكل متوازن مستطيلات زي المنظر اللي قدامنا ده كده، مثمر. بيمكن توصيل التيار الكهربي يمكن توصيل أي زوج من الأوجه المتقابلة له بمصدر كهربي. وفي ممكن التيار الكهربي يخش من المسار الأول، ممكن يدخل من المسار الثاني، ممكن يدخل من المسار الثالث، في احتمالات معينة لدخول وخروج التيار. عاوزين كل احتمال منهم لما نوصل فيه التيار الكهربي نشوف مين أكبر مقاومة فيهم. الموضوع بسيط خالص ومحتاج تخيل. أول حاجة، المسار اللي باللون الأحمر اللي هو المسار الأول، هو عاوز مين أكبر مقاومة. أول حاجة هنكتب قانون المقاومة. قانون المقاومة الكهربية بيقول ان المقاومة R بتساوي رو ايه في ال على ال A. ده قانون المقاومة الكهربية. جميل. طب لو انا عاوز دلوقتي اشتغل على المسار الاول، المسار الاول التيار الكهربي هيدخل من هنا، من الشمال، من اهو، ويخرج من الجهة التانية. طب تمام. التيار الكهربي لما يدخل من هنا ويخرج من الجهة التانية، ايه هي المسافة اللي مشاها التيار الكهربي؟ المسافة اللي مشاها التيار الكهربي هي المسافة دهيت. طب المسافة دي اللي هي مين بقى؟ المسافة ديت هي طول الضلع اللي فوق ده، هو 3 ال. طب تمام. يبقى الطول في الحالة ديت هتبقى 3 ال. طب فين مساحة المقطع؟ مساحة مقطع الوجه اللي خرج منه، ما هو دخل من الوجه اللي هنا وخرج من الوجه المقابل له. يبقى مساحة مقطع السلك أو مساحة وقت المقطع في الحالة ديت هي مساحة المقطع الوجه اللي خرج منه، اللي هو مساحة مقطع إن هو بقى الوجه ده أهو. ده أهو اللي باللون الأحمر. طب تمام. مساحة مقطعه إيه؟ الطول في العرض. الطول ب2 ال والعرض بال. ففي الحالة ديت هتبقى مساحة المقطع هتبقى 2 ال في ال. الكلام ده في حالة مين؟ ده في حالة المسار الأول. طب تمام. روح بقى قانون المقاومة، الار بتساوي رو ايه في ال ب3 ال. طب ومساحة المقطع 2 ال في ال، يبقى رو ايه في 3 ال على 2 ال في ال ب2 ال تربيع. بطير ال مع التربيع، يبقى الناتج هيطلع 3 رو ايه على 2 ال. يبقى الناتج هيطلع ب3 على 2 رو ايه على ال. جميل. دي في حالة مين؟ المسار الأول. خلاص خلصنا المسار الأول. المسار التاني اللي باللون الأسود، تعالى كده نحل المسار التاني. المسار التاني اللي هو المسار ده، هو التيار الكهربي دخل من هنا وخرج من تحت. حد يقدر يقول المسافة اللي مشاها التيار الكهربي هي أنا مسافة؟ أيوه. المسافة اللي مشاها التيار الكهربي هي المسافة ده داخل الشكل، هي المسافة ده اللي هي طول الضلع ده. يبقى في الحالة ديت الطول اهو في حالة المسار التاني بقى. في حالة المسار التاني الطول هيكون 2 ال. طب ومساحة المقطع؟ مساحة مقطع الوجه اللي دخل منه او الوجه اللي خرج منه. الوجه اللي دخل منه اللي هو الوجه اللي فوق او الوجه اللي تحت. طب اجيب مساحة مقطعه ازاي؟ الطول اللي هو 3 ال في العرض ده اهو اللي هو ال، يبقى الاتنين ال ده مش تبعي. يبقى ساعتها مساحة المقطع بتساوي 3 ال في ال. ساعتها لما اجي اجيب بقى المقاومه الكهربيه ار هتساوي الرو ايه في ال ب 2 ال على مساحه المقطع 3 ال في ال ب 3 ال تربيع. فساعتها الناتج هنشيل ال مع التربيع، هيطلع الناتج 2 على 3 رو ايه على ال. وده في حاله المسار مين؟ التاني. ناقصني المسار التالت. المسار التالت اللي باللون الاخضر. فين بقى المسار التالت؟ المسار التالت اللي هو اللي جاي من ورا ده. ده المسار التالت. طب تمام. هي عايزه تخيل. المسار التالت ده هو المسافه اللي مشاها هي الحته دي اللي هي طولها ال. طب ومساحه المقطع اللي خرج منه هو مساحه مقطع المستطيل اللي في الوجه ده اللي هو طوله 3 ال وعرضه 2 ال. يبقى ساعتها في حاله المسار التالت، في حاله المسار التالت المسافه اللي هيمشاها ال. طب ومساحه المقطع بتساوي 3 ال في 2 ال، يبقى 3 ال في 2 ال. يبقى ساعتها الار بتساوي رو ايه في ال على مساحة المقطع 3 في 2 ب6، يبقى 6 ال تربيع. بشيل ال مع التربيع، يبقى هتطلع سدس اهي رو ايه
على ال. طب تمام. عشان كده احنا لو احنا جينا نلاحظ مين هنا اكبرهم مقاومه كهربيه، اكبرهم مقاومه كهربيه هنا هي الحاله الاولى، لان المقاومه الكهربيه ار طالعه ب3 على الاتنين. 3 على الاتنين دي اللي هي 1.5. طب في الحاله التانيه الار طالعه ب2 على 3 اللي هي 6 من 10. طب في الحاله التالته الار طالعه بسدس، السدس دي تقريبا ب15%، تقريبا ب15%. يبقى اكبرهم مقاومه كهربيه هنا هتكون اهي، هتكون المسار الاول. يبقى هنختار في الحالة ديت المسار رقم 1. خلاصة الكلام، بصوا يا جماعة احنا هنروح نشوف المسار. المسافة اللي بيمشيها المسار وليكن المسار الأول، المسافة اللي بيمشيها المسار دي الطول، يعني هو التيار الكهربي دخل من هنا أهو وخرج من الجهة التانية، فالمسافة اللي مشاها هي ال3 اللي فوق. يبقى ده الطول. مساحة المقطع هما الضلعين التانيين اللي هو هيبقى ال و2 ال. طب لو التيار الكهربي دخل في المسار التاني، ساعتها بقى المسافة اللي هيمشيها هيبقى 2 ال ده. طب مساحة المقطع الضلعين التانيين اللي هو 3 ال في ال، وهكذا. المسألة محتاجة تخيل أكتر، وهتفهموها أكتر لو أنا كنت واقف قدامكم. وأتمنى تكونوا استفدتوا برضو من الفيديو ده. وإن شاء الله اللي محتاج أي حاجة هيبعت لي على الخاص وأحل له أي سؤال هو هيكون محتاجه إن شاء الله.